أثر مهم جدا، وهو أن الذي يحقق التوحيد يتنحى عنه من؟ الشيطان. هذا القسم الرابع عشر، يتنحى عنه الشيطان دائما، لأنه يلهج بذكر الله، والشيطان إذا سمع ذكر الله هرب. ألا ترون أنه إذا سمع الأذان هرب وله ضراط؟ واسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كم يعطيه الله عز وجل؟ كم أمر؟ لا، 5 أمور. واحد كأنما أعتق 10 رقاب. سبحان الله. تدري كم تستغرق منك هذا الذكر؟ من حصره يوم من الأيام بتمهل وبسرعة؟ ها؟ أحسنت، 7 دقائق على السريع، لكن 10 دقائق إلى 11 على الترسل والتمهل. وانت ماشي للدوام الصباح لا تحقرن من المعروف شيئا، تذكر ربك. إذا ركبت السيارة ابدأ لين تصل للعمل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في 7 دقائق أو 10 دقائق بالكثير تجد نفسك انتهيت من هذا الذكر. إذن أولا يحصل لك كم أمر؟ هذا من آثار التوحيد، 5 أمور. 1 أنك كأنما أعتقت 10 رقاب، كان كعدل 10 رقاب. 2 ترفع لك 100 درجة، 100 حسنة. سبحان الله، اللهم أعطنا من فضلك. 3 تحط عنك كم سيئة؟ 100 سيئة. 4 تنحى عنك الشيطان، ابتعد عنك في ذلك اليوم ولا يقربك. 5 لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا شخص عمل مثل ما عملت. لا تحتقروا شيء من الأعمال الصالحة يا إخوان.